شخص عنده حمارين هيحط عليهم حاجات ويبعتهم لمكان معين، فجاب الحمار الأولاني وحط عليه شكاير ملح، جاب الحمار التاني وحط عليه أواني طبخ فاضية، حلل يعني فاضية، والحمارين مشوا. الحمار اللي شايل أواني الطبخ الفاضية دي الحمولة بتاعته خفيفة وماشي ومزاجه حلو ومش همه، إنما الحمار بقى اللي شايل شكاير الملح تقيلة. فلما قطع نص المسافة الحمار اللي شايل الملح تعب، ما عادش قادر، حس إن هو خلاص، فشاف بركة مية قام جاري وقام ناطط فيها وقعد يستريح شوية. طبعا المية دوبت الملح، فالحمار بعد فترة لما جه يقوم حس ان مفيش حاجة على ظهره، وقام قايم كله نشاط وحيوية وقام مكمل طريقه وهو مبسوط وفرحان. فالحمار اللي شايل الاواني الفاضية قال انا كمان اعمل زيه، هروح اقعد في البركة شوية وبعد كده اقوم برضه يبقى عندي نشاط وحيوية. قام راح وقام قاعد في البركة، الاواني اللي كانت على ظهره اتملت مية. جه الحمار يقوم، بدل ما كانت الحمولة خفيفة بقت تقيلة، وبقى ماشي بطلوع الروح مش عارف يعمل ايه. مش كل اللي ينفع غيرك ينفعك، ومش كل اللي نفع مع غيرك هينفعك. فكر فيها كويس واسمعها تاني.